السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم معايا في قناة وصفات إيمان. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الجبن ساهل ماهل ولذيذ بزاف بزاف، وما كيتطلبش وقت وما كيتطلبش عناصر بزاف. هذا الجبن هذا بعنصرين فقط. ان شاء الله يعجبكم ويرقكم. نشوفوا دابا كيفاش غادي نديروا هذه الوصفه هذه. كناخذ واحد نص لتر ديال الحليب، كنديروا فوق البوطه حتى كيغلى شويه. كنجيب واحد المعلقه كبيره ديال الخل. من الافضل يكون الخل الابيض، او اللي الا ما عندكمش الخل الابيض كتعملوا اي خل عندكم. كنقبط ملعقه وكنبقى نحرك شويه شويه هكا حتى كنشوف ان الحليب يعني كينفصل على الماء، يعني الحليب بوحدو اولا ديك الجبينه بوحدها والحليب والماء بوحدو. كنبقى نستمر في التحريك تقريبا واحد 2 دقائق من بعد ما غلى ليا الحليب. صافي، هذا هو الشكل ديالو من بعد ما غلينا الحليب مع الخل. كنحصلوا على هاد الشكل هذا. كان يبقى داك الماء لتحت وداك الجبن تيبقى الفوق. هنايا كنجيبوا صفايه وكنصفيهم مزيان مزيان. يمكننا نخليوه حتى لساعتين اولا 3 سوايع، من الاحسن نخليوه حتى للصباح ان شاء الله عاد نتناولوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الجبن اللي درنا مع الحليب وداك الخل. كيجي على هذا الشكل هذا انتما كتشوفوا، كيجي شاد راسو مزيان مزيان. يمكن لكم تفطروا بها ولا ديروه مع اي حاجه تبغيو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.